انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تتحدث عن وفاة التيك توكر المغربية الشهيرة بساري كول، حيث تم إرفاق الخبر بصورة تظهر المؤثرة المغربية وهي تعاني من إعاقة على مستوى الأطراف. وأكدت مصادر مقربة لسارة أنها في حالة جيدة وأنها حية ترزق ولا تعاني من أي إعاقة، مشددة على أن الصورة المنتشرة مفبركة ولا تعود للمؤثرة المغربية. وتعتبر إشاعة وفاة سارة الثانية من نوعها بعد انتشار أخرى سنة 2018 زعم فيها أنها تعرضت للقتل داخل شقتها بضواحي مدريد، لتخرج في فيديو حينها وترد بطريقتها على مطلقي الشائعات حول مقتلها. يذكر أن أصول ساري كول تعود لمدينة سبتة المحتلة، وأنها استطاعت أن تستقطب آلاف المتابعين وتخلق الجدل من خلال طريقة لباسها الجريئة ومقاطعها التي تعتبرها شريحة واسعة من المغاربة أنها مخلة بالحياة، وارتباط اسمها بفضائح عديدة ساهمت في شهرتها.